بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام المسيح بقلكم إخوتي. نحن اليوم عم نكمل مع بعضنا شرح أعمال الرسل الفصل الثاني. ببلش بيقول: ولما أتى اليوم الخمسين من قيامة الرب يسوع المسيح. نحن قلنا مرة الماضية إنه بالفصل الأول يسوع المسيح 40 يوم بقي مع تلاميذه، عم بيعلمهم، عم بيذكرهم بالحوادث اللي صارت بينه وبينهم تيتأكدوا ويآمنوا بالمية إنه هو ذاته الذي قام بين الأموات. يسوع الناصري هو ذاته الذي صلب، هو الذي قام من بين الأموات، لأنه عليهم مسؤولية نشر المسيحية بالوجود. فهيدا 50 بنتكوست بيعني 50 يوم صار مارق على قيامة الرب يسوع المسيح، وإذا بدكم 10 أيام صار مارق على صعوده. وهون كمان بدنا نقول شغلة وحدة، إنه كانوا مجتمعين كلهم بمكان واحد بالعلية. الرسل مجتمعين مع مريم العذراء بالتأكيد، فبقول لك فجأة انطلق من السماء بغتة يعني بشكل مفاجئ دوي كريح عاصفة. الريح هي كمان إذا بدكم الريح والروح كلمتين هن ذاتهم باللغة الآرامية واللغة اليونانية، فرمز للروح القدس. والريح حكي عنها الرب يسوع المسيح بيوحنا 3:8 إذا بتعرفوا: تهب حيثما تشاء، ولكن مفعولة وتأثيرها مؤكد تماما، مثل الخميرة اللي تدخل العجين. ما بنشوف نحن كيف عم ترفخ العجين، ولكن تأثيرها مؤكد. فهيها عم بيقول هون الرب قال: فبقول لك فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه. يعني الريح هذه ضربت بالعلية كلها، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار. كمان النار اللي رمز من رموز الروح القدس، اللي بتحرق كل خطية، اللي بتطهر القلوب، هيدي حلت على رأس كل واحد من الرسل، وكل واحد كان موجود بهالعلية. فملأته، ليك شو بقول لك هون: فامتلأوا جميعا من الروح القدس. هون في شغلة بدي أخبركم عنها إخوتي. الامتلاء من الروح القدس رح تشوفوها عدة مرات، عشرات المرات بأعمال الرسل. هلأ لا يمتلئ الإنسان المسيحي مرة واحدة فقط أبدا، عطول حياته كلها امتلاء من الروح القدس. كل ما يكون بحاجة أن يمتلئ من الروح القدس، الروح القدس بملي. كل ما يصلي بقوة بتقوى بصدق، الروح القدس بملي. منه امتلاء مرة واحدة فقط، أوكي؟ مش مثل المعمودية يدخل فينا الروح القدس ويسكن وانتهينا، لا، نحن بنمتلئ من الروح القدس كل ما نحتاج انه نمتلئ، وكل ما نصلي، وكل ما نضطهد، وكل ما نبشر، وكل ما نحكي باسم يسوع. الامتلاء عملية مستمرة، ومفروض تنين هالروح القدس يفيض فينا. إذا بدكم هالروح القدس اللي نلناه بالمعمد الطيفي فينا، بدنا نحن إذا بدكم شرطين مثل ما متوفرين هون بالأعمال الرسل فصل 2. أول شيء بدنا صلاة. ملاحظين هون صلوا الرسل مع مريم العذراء 9 أيام، باليوم العاشر حل روح القدس أو فاض عليهم الروح القدس. يعني من هون اجت التسعوية. نحن الكاثوليك عندنا تسعويات. ليش بنقوم فيها التسعويات؟ لأنه اخذينا من أعمال الرسل فصل 2، وقت الرسل 9 أيام عم يصلوا بعد صعود المسيح إلى السماء. في اليوم العاشر نالوا ما كانوا يصلون لأجله، اللي هو حلول الروح القدس عليهم. أوكي؟ فإذا بدنا أول شيء بدنا نصلي، ثاني شيء بدنا نكون مثل ما بيقولوا هون بنفس واحدة، نصلي بنفس واحدة، مثل ما قرينا بالفصل 1: يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد. فإذا بدنا نكون نحن على قلب واحد، على رأي واحد، المسيحية، وبدنا نصلي بكل قوة، وهيك بيفيض فينا الروح القدس. هلأ بيقول لك: وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. هيدي لغات معروفة، لغات بيحكوها البشر، وبتدل على أنه الخلاص هو لجميع البشر. ما بقى في قصة اذهبوا إلى الخراف الضالة إلى آل إسرائيل مثل ما كان عم يدربهم الرب يسوع بالبداية. هلأ خلص مات وقام.
هلا اجى الوقت انه الشبيبه ينطلقوا للعالم كله، مشان هيك عطى لكل رسول لغه، لكل رسول عطاه لغه تيروح على البلد اللي اللغه هو عم يحكيها يروح عليها تيبشر فيها شعبه. فبقول لك هون كان باورشليم يهود اتقياء من كل أمة تحت السماء. ليش كانوا موجودين؟ لأنه عيد الخمسين يا أخوتي منه بس عيد مسيحي، هيدا عيد يهودي، هيدا عيد بيجي فورا، يعني 50 يوم بعد عيد الفصح. أهم عيد هو عيد الفصح، فورا بعد منه بيجي عيد الخمسين اللي هو ذكرى إعطاء الوصايا العشرة. الله وقت أعطى الوصايا العشرة والشريعة لموسى، هيدا أهم حدث بتاريخ اليهود بيحتفلوا فيه بعيد الخمسين من يوم الفصح. أوكي، كما أنه له معنى زراعي إذا بدكم، فاسمه أيضا عيد الحصاد اللي بيشكروا فيه اليهود الله على عطاياه، على نعمه. عرفتوا كيف؟ وهيدا عيد كتير مهم ويجذب كثيرين من البشر لأنه بيتم بفصل الربيع، وهيدا الفصل بيكون يعني الطقس كتير حلو، بتلاقي الناس عم يجوا من كل العالم بشهر حزيران، بيجوا من كل العالم لأن السفر فيه مريح والطقس رائع، فبيتوافدوا بالآلاف لأورشليم مثل ما عملوا بعيد الفصح قبل ب50 يوم. هلأ بالنسبة لليهود هيدا عيد إعطاء الله الوصايا العشرة لموسى، أما بالنسبة لنا فهو عيد ولادة الكنيسة، لأنه باليوم 50 بالعنصرة ولدت الكنيسة من الروح القدس. فالروح القدس تحكينا عنه مرة الماضي، الذي صنع من حشا مريم العذراء جسد ليسوع، نراه يصنع هلأ اليوم 50 الكنيسة. هذا الروح نفسه يصنع الكنيسة اللي هي جسد يسوع المسيح السري. أوكي، بالأناجيل بنقرأ كيف المسيح غسل أقدام تلاميذه، هلأ رح نقرأ بيوم 50 والعنصرة كيف التلاميذ سوف يغسلون أقدام العالم. سوف نرى حقيقة المسيح في تلاميذه كيف تصرفوا، كيف عيشوا. هذا هو التقليد الرسولي، بدنا نعطيه أشد أهمية، أشد أهمية أخوتي. كيف؟ مشان هيك بنلاقي جايين يهود من كل البلدان. اوكي، بيقول لك هون لما انطلق هيدا الصوت، هيدا صوت الله اذا بدكم مثل الرعد، تجمهر الناس واحتاروا شو عم يصير هون. طلعوا الرسل اندهشوا من الرسل. ليه؟ لانه معروفين صيادين سمك، معروفين بيحكوا ارامي، ما بيحكوا لغه ثانيه، منهم معلمين، منهم مثقفين، ما معهم شهادات. كيف واحد بيقول لك ليك؟ فصار كل واحد يسمعهم بلغه بلده. كيف صار واحد منهم بيحكي اللغه الفرثيه، والثاني يحكي لغه ميديه، والثالث عيلاميه، والرابع سكان الجزيره بين النهرين، والخامس اليهوديه، وبعدين كابادوكيا. يعني عم يحكي يوناني، عم يحكوا بدايك وبنطس، عم يحكوا بنفيليا بمصر، لغة أفريقيا نواحي ليبيا المتاخمة لقيرين. ملاحظين قيرين يعني ليبيا، مشان هيك بنقول سمعان القيريني، ما بنقول سمعان القيرواني، قلت لكم إياها بالزمانات. ورومانيين تصوروا بيحكوا اللغة اللاتينية الرومانية، شو بدكم بقى أكثر من هيك؟ وكريتيين وعرب، حتى لغة عربية، حتى اللغة العربية. مشان هيك من هاليهود اللي بيحكوا اللغة العربية اللي اجوا من شبه الجزيرة العربية من السعودية، هودي صاروا مسيحية، هودي صاروا مسيحية يا أخوتي. فبقول لك كانوا كلهم مندهشين، فعم يقولوا شو عم يصير، شو بيعني هالشي هيدا، شو هالقصة هيدي. هلا في تانيين آخرين شو عم يقولوا؟ هودي جماعة سكرانين. ليه؟ لأنه وقت حل الروح القدس على الرسل يا أخوتي الأحبة، طلعوا من العلية عم يحكوا كلام لغات أجنبية، وعم عايشين بغبطة بسعادة ما بعد سعادة. وعد المسيح لإلهم تحقق، فرحانين مبسوطين عم يضحكوا. فتصوروا أنتوا واحد إخوتي طالع من بيته فعين من الضحك وعم يحكي كلام أنتوا مش فاهمينه. أول شيء بيخطر ببالكم شو؟ إنه والله فاقع سكرة، شو بعرفني اخذ بطحة عرق، شو عرفتوا كيف؟ فبقول لهم امتلأوا من النبيذ. هوني الرسول بطرس رئيس الرسل رح هو بيقول لك وقف بطرس، هو رح يوقف لأنه رئيس الرسل وسيدهم مع ال11 حول منه، فرفع صوته أول بابا بالكنيسة وكلم الناس فقال.
شو عم بيصير هون يا اخوتي؟ هون عم بيصير اول، اذا بدكم اول تعليم رسولي كنسي بالكنيسه. اول ما طلعت الكنيسه اول ماجستيريوم، بنسميه باللغه الانجليزيه او باللغه اللي كمان اللاتينيه ماجستيريوم، تعليم الكنيسه الرسوليه. بلش مع مين؟ مع بطرس. كما وانه مثل ما درسنا مرة الماضي بلش التسلسل الاسقفي مع بطرس كمان. وقتها عين الروح القدس شو؟ متية، اذا بعدكم متذكرين. بلش التسلسل الاسقفي كيف عين بطرس بالروح القدس متية تاخذ محل يهوذا الاسخريوطي. بلش بنسميه الابوستوليك سكسيشن، فاقترعوا فوقت القرى على متية فضم الى الرسل 11 بوضع اليد. هون كمان عم نقرا الماجستيريوم، تعليم الكنيسه، وبطرس هو الذي يقوم بالعملين، التسلسل الرسولي من المسيح الى بطرس الى متية، وهلا اول تعليم واول تبشير من بطرس الى العالم اجمع. مشان هيك بيقول فقال يا رجال اليهوديه وايها السامعون في اورشليم جميعا، كلكم اسمعوا. اسمعوا، هودي منهم سكرانين. عم بيقول لهم انتبهوا على التعليم الرائع رح يعطينا اياه بطرس. هلا الساعه بعد الساعه 9 بكره، الساعه 9 بكره بعد ما تروقنا، والساعه 9 بكره هذا موعد تقديم المحرقات والذبائح بالهيكل، فلا يجوز ان يسكر الانسان الساعه 9 بكره. بس اللي انتم عم تشوفوه انتبهوا هون منه الا تحقيق لنبوءه النبي يوئيل. هيدي شغله كثير مهمه، لانه بيقول لهم سيكون في الايام الاخيره، يعني مجيء المسيح، يقول الله افيض من روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخهم احلاما، وعلى عبيدي وإمائي ايضا افيض من روحي في تلك الايام فيتنبؤون. ليكوا يا اخوتي، هيدا كلام كتير خطير عم يقوله بطرس. مشان هيك يعني ضرب قنبله نوويه قدام 3000 يهودي اللي عم يسمعوه، لانه كانوا اليهود على ايام بطرس وقبله يقسموا التاريخ اليهودي الى قسمين. يقسموه الى قسمين يا اخوتي. قسم اللي بسموه البريزنت ايج، يعني الزمن الحاضر، والقسم الثاني the present بسموه the age to come، يعني الزمن الذي سوف ياتي. فالزمن الحاضر كله مآسي، كله احتلالات، شيء من الاشوريين، البابليين، شيء من الفرس، شيء من اليونان، شيء هلا من الرومان، احتلالات، عذابات، اهانات. هيدا الزمن الحاضر، هيدا ما بيطيقوه اليهود. عم يحلموا بالزمن الذي سوف ياتي. امتين سوف ياتي؟ بمجيء المسيح. عبر اي نبوءه؟ نبوءه يوئيل اللي هلا عم نقراها. شفتوا كيف اخوتي؟ فوقتها دغري حكي بطرس وقال لهم اللي شايفينه منه الا تحقيق للزمن الذي سوف ياتي. هون استاثر بكل انتباههم لكل يهودي عم يسمعوا. انتبهوا. واكيد هلا بيرجع بينتقل هون بعد منا بالايات اللي بتصير بالسماء وبالارض الى مجيء المسيح الثاني، بس مش رح نفوت فيها كثير هلا. فبيقول لك قبل ان ياتي يوم الرب اليوم العظيم المجيد، هيدا بصير في اعاجيب بالسماء وتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما الى اخره. هيدي بالمجيء الثاني ليسوع الناصري. بس ليك شو بيقول هون؟ اسمعوا منيح بالايه 22. بده يعطينا الرسول بطرس أول عقيدة مسيحية إذا بدكم، بنسميها كريجما. انتبهوا يا أخوتي، كريجما يعني العقيدة اللي إذا آمنتوا فيها بتصيروا مسيحيين عقائديا. شو هي؟ يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام. شو هو هذا الكلام؟ إن يسوع الناصري، يسوع الناصري رجل التاريخ، ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم. هيدا الرجال اللي اجا وأيده الله، يعني الله أكد عليه إنه هو المسيح المنتظر من خلال شو؟ المعجزات والأعاجيب والآيات اللي أنتم بتعرفوا ما في إلا الله بيعملها. شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم إنه يسوع الناصري هو الله المتجسد، والدليل إنه الآيات والمعجزات اللي عملها ما بيعملها إلا الله فقط لا غير. هيك عم بيقول لهم بطرس.
لأنه ما حدا بيقوم ميت بكلمة صار له ميت 4 أيام مثل لعازر. ما حدا بيخلق عيون لواحد خلقين أعمى إلا الله. أوكي؟ بيقول لهم هذا الرجل ليك ولا حكي عن تجسد المسيح، عن ألوهية المسيح. هلا شو بده يحكي؟ بقول لك ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الرومان الكافرين يعني. فعم هون عم يحكي عن عقيدة الفداء. شو بعدين بيحكي عن التجسد، بيحكي على ألوهية المسيح، بيحكي على الفداء. هلا شو بده يحكي عن شو تكتمل الكاريجما؟ على القيامة. قد أقامه الله وأنقذه من أهوال الموت فما كان ليبقى رهينها. هي الكاريجما اللي بعدين برسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل 15 بولس بده يعيدها مثل ما هي، إنه المسيح الله تجسد ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب مثل ما هو بيقلنا، وقام من الموت. فإذا هالكاريجما اللي قيلها بالوحي الروح القدس بطرس سوف يعيدها ويكررها برسالته إلى أهل كورنثوس بولس الرسول. وهون بده يعطيهم دليل كمان من العهد القديم. شوفوا إخوتي الروح القدس شو عظيم. هيدا صياد سمك، هيدا عم يبدع بخطابه. هلا عم يبدع من وراء شو؟ من وراء مين؟ من وراء الروح القدس. من وراء الروح القدس علموا كيف يبلش اول شيء بيدافع عنه وعن رفقاته. نحن مش سكارى، نحن عم نعيش ورح تعيشوا معنا الايام الاخيره اللي حكى عنها يوئيل، مجيء الرب يسوع المسيح. رجع نزل للتاريخ، لرجل التاريخ. شفتوا كيف حكي عن يسوع رجل التاريخ، يسوع الناصر يسميه. فكيف انه هو الله المتجسد، والدليل بالمعجزات اللي عملها وما بيعملها الا الله. رجع هلا عم بيقول لهم وهذا الذي الله بعبر يسوع المسيح شو صار فيه؟ قتلتوه صلبتوه، هون عقيدة الفداء، ثم قام بين الاموات. وهلا بده يثبت اذا بدكم مزمور قاله النبي داود، انه هيدا المزمور قيل في يسوع الناصري يسوع المسيح. ليك شو بيقول؟ كان من المستحيل انه يبقى بالقبر الرب يسوع. ليه؟ لانه داود تنبأ من قبل فقال شو قال؟ كنت ارى الرب امامي في كل حين فانه عن يميني لئلا اتزعزع، لذلك فرح قلبي وطرب لساني، بل سيستقر جسدي أيضا في الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في مثوى الأموات ولا تدع قدوسك ينال منه الفساد. أوكي؟ فقد بينت لي سبل الحياة وستغمرني سرورا بمشاهدة وجهك. شفتوا هيدا المزمور إذا بدكم مزمور 18:6 ومزمور 16:8-11. اليهود يا أخوتي بتعليمهم خاصة بتعليم المدراش نسبوه إلى داود النبي. فكانوا يقولوا لا دودة ولا حشرة لها سلطان على جسد داود النبي الملك العظيم. كانوا يعتبروا أنه هالكلام هيدا لن تترك نفسي في مثوى الأموات ولا تدع قدوسك ينال منه الفساد، هيدا كلام لمين؟ عائد لداود. إجا هوني الرسول بطرس يقول لهم أنتم غلطانين، هيدا الكلام قالوا داود عن يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح فرجاه قبل الروح القدس شو رح يصير. ليك شو بقول لهم؟ ليكوا أيها الإخوة أنا أقول لكم صراحة ولو بدكم تزعلوا، إن أبانا داود مات ودفن وقبره عندنا إلى هذا اليوم، لم يقم من الموت، دود ديب، صارت عظامه مكاحل. عرفتوا؟ يعني هالكلام ما نقل فيه على أنه كان نبيا وعالما. كان نبي مضبوط وكان عالم بأن الله أقسم له يمينا لأنه بده أن يقيم ثمرا من صلبه على عرشه. أقسم له الله لداود أنه من صبت يهوذا رح يجي مين؟ المشيح المنتظر يسوع المسيح اللي هو من صبت يهوذا، مش هيك؟ من صبت يهوذا، إن كان من ميلة يوسف أو من ميلة العذراء ما بهم. بقول لك فرأى من قبل قيامة المسيح. إذا رأى برؤية سماوية قيامة المسيح وتكلم عليها. مشان هيك قال لن تترك نفسي في مثوى الأموات ولا تدع قدوسك ينال منه الفساد. القدوس هو الله،
القدوس هو الله. هيدي كلمة لله، ما بتنعطى لنبي، ما بتنعطى لملك، ما بتنعطى لبشري. اوكي، فاذا عم بيقول لهم ليكو، فلم يترك في مثل الاموات ولا شاف قيامه المسيح، والمسيح لم يترك في مثل الاموات، عم بقول بطرس، ولا نال من جسده الفساد لانه جسده متحد بلاهوته. مشان هيك 3 ايام يسوع بالقبر جسمه لم يطرأ عليه اي تغيير، لانه الناسوت متحد باللاهوت وغير منفصل عنه. مشان هيك لا يهترئ، لا يذوب، لا يتحلل، مش مثل جسد داود. فهمتوا؟ هذا كله عم يحكيه الرسول بطرس. فيسوع هذا أقامه الله، قام من الأموات، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فمن وين بنقول المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك؟ تفضلوا من هون، من أعمال الرسل الفصل الثاني على لسان بطرس رئيس الرسل وأول بابا على الكنيسة. هلا بقول لك فلما رفعه الله بيمينه، هوني عم يحكي على الصعود اللي حكينا عنه مرة الماضية. إيه؟ نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا. هيدا اللي شفتوا لك كيف شرح لهم اياها القصة من أولها لآخرها. اللي شايفينه هالتكلم بلغات وشايفين هالفرح اللي فينا، منه إلا فرحنا بتحقيق الوعد اللي قالنا اياه يسوع المسيح وقت كان معنا، انه وقت يرفع سوف يرسل لنا الروح القدس. وهو قال افرحوا، يجب عليكم ان تفرحوا، لانه ان لم اذهب الى الاب لن ياتيكم المعزي. فهلا صعد الى الاب وجلس عن يمين الله الاب، فاجى المعزي الذي هو الروح القدس افاضه علينا، وهذا ما ترون وتسمعون. فداود لم يصعد الى السماء، مش هو، المسيح صعد الى السماء. عم يظبط لهم تفكيرهم الديني. اوكي، لانه داود نفسه هو اللي بيقول ليكو كيف قال الرب لربي، يعني قال الرب الله الاب لربي يسوع المسيح اجلس عن يميني. الله الاب يقول للمسيح اجلس عن يميني، واليمين هو ليس مكانا بل مكانة مربوطة، حتى اجعل اعدائك موطئا لقدميك. هون عم بيقول لهم اليكم اثنيناتهم الله الاب والله الابن. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل اعدائك موطئا لقدميك. فاياكم انكم تأسوا قلوبكم يا يهود، والا بصير موضعكم تحت اقدام الرب يسوع المسيح. اوعى. فليعلم يقينا، عم بيحذرهم، انتبهوا، عم بيحذرهم انه الكلام اللي عم لكم اياه بدكم تامنوا فيه، والا بدكم تدعوسوا بالدينونه. فهمتوا؟ فليعلم يقينا بيت اسرائيل اجمع ان يسوع هذا الذي صلبتموه، يسوع الناصري اللي انتم صلبتموه، جعله الله ربا ومسيحا. يتمجد اسم الروح القدس. شو كيف خلى صياد سمك يحكي بهالمنطق ويعمل هيكلية لخطاب وأديني بهالشكل. صراحة إن شاء الله تكونوا فهمتوا الهيكلية، شفتوا قديش محبكة بشكل رائع. ما في أبدا فيها الكاريزما، فيها التاريخ، فيها اللاهوت، فيها العقيدة، فيها التحذير إياكم إنه ما تآمنوا بالرب يسوع بتروح عليكم بس تدانون. وبدي إياكم تآمنوا إنه هيدا يسوع الناصري هو نفسه الرب الإله المسيح المنتظر. شو بدكم يصير؟ وقت حكي بهالمنطق هيدا اللي علموا اياه الروح القدس، تفطرت قلوب السامعين. فقالوا لبطرس وسائر الرسل دخيل اجريكم ماذا نعمل ايها الاخوه؟ قال بطرس، شفتوا بطرس اللي عم يحكي 195 مره قلت لكم اسمه بينذكر 195 مره، لانه سيد الرسل ما في، هو اللي بيحكي، هو السيد. هلا هو الرئيس، هو ممثل المسيح على الارض، مش الرسل الباقيين، هوديك اساقفه، بس هو هلا رئيسهم. اوكي، فقالوا لبطرس ماذا نعمل؟ قال لهم توبوا واعتمدوا. في شرطين. اذا في ايمان اول شيء، التوبه هي ميتانويا، التوبه هي تغيير كامل لفكر الانسان وسلوك الانسان وفكر الانسان ونمط حياته، تكويعه يوتيرن اذا بدكم. التوبه هي موت كامل لصفات الانسان العتيق وولاده الانسان الجديد، مثل ما بيقول مار بولس.
إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هيدي التوبة، أنا صرت إنسان جديد. لقد بقول لك صلبت ذاتي القديمة بغلاطيا فصل 2، لقد صلبت ذاتي القديمة مع المسيح، فما أنا الذي يحيا بل المسيح يحيا فيا. يعني موت الأنا اللي حكينا عنه مرارا وتكرارا، يعني المسيح عم يعيش فيي، مش إرادتي إرادته للمسيح، مش مشيئتي مشيئة المسيح. الناس عم تشوف فيي المسيح، مش عم تشوف فيي السيجاك. هيدي اللي عم يعنيه بالتوبة. إذا على في شرطين، بدكم تتوبوا وبدكم تتعمدوا. مش قصة بس إيمان وتوبة مثل ما بيقولوا اخوتنا المنفصلين عن الكنيسة الكاثوليكية. لا ما بيكفي بس الإيمان، ما بتكفي بس التوبة، في معمودية، وبدكم تتعمدوا باسم يسوع المسيح لتنغفر خطاياكم. ساعتها هيدي المعمودية التي تغفر الخطايا، بعكس معمودية يوحنا التي تعلن أن الناس أعلنت توبتها دون أن تغفر الخطايا، دون أن تخلق طبيعة ثانية في الإنسان، دون أن تدخل الروح القدس في الإنسان. هون عم يقول تتعمدوا باسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، ساعتها بيدخل فيكم الروح القدس اللي دخل فينا. بدكم تصيروا مثلنا؟ تفضلوا امنوا، توبوا، تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح، لأنه هيدا الوعد بنيل الروح القدس للبشر. هيدا الوعد لألكم انتم اليهود، ولأولادكم انتم اليهود، ولجميع الأباعد، لكل البشر. والدليل انه كل واحد منا عم يحكي بلغة غير لغته، لغة وصلت لروما، وصلت للعرب، وصلت شو بدي اقول لكم، للميديين، لرجال الصحراء، لليبيا، لافريقيا، لمصر. اوكي، اعطاهم الدليل. فليكوا شو بقنوا. فكان يحثهم على التوبة ويقول لهم تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. بدكم مين يهدي ببطرس هلا؟ تخلصوا من هذا الجيل الفاسد، من عادات هذا الجيل الفاسد، من نمط حياته، من نمط تفكيره، من قسوته، هالقسوة اللي قتلت رب وإله يسوع المسيح. فالذين قبلوا كلامه اعتمدوا. قديش كان عددهم؟ 3000 إنسان. بأول تعليم رسولي 3000 إنسان آمنوا بالرب يسوع المسيح من اليهود. مشان هيك بدها تقوم قيامة قيافة ومجلس السنهدرين، بنشوفها بعدين بالفصل الثالث، على بطرس ويوحنا والرسل، لأنه مش هيبقى حدا من اليهود يهودي، كلهم رح يصيروا مسيحية. خافوا. أوكي، طيب. فهوني شوفوا عمل الروح القدس وقتها ينطق بالإنسان، وقتها الإنسان يطلبه بكل محبة، بكل قوة، بكل صدق، بكل إخلاص. شوفوا شو بيعمل. 3000 إنسان ب5 دقايق حكي، 3000 إنسان آمنوا بالرب يسوع المسيح. فإذا نحن يا أخوتي عم نحكي ونرغي وما عم يصير شيء، معناتها ناقصنا الامتلاء من الروح القدس. شفتوا؟ ناقصنا انه نصلي بروح واحدة وبصدق لطلب الروح القدس يفيض فينا، تنقدر هو يأثر بالآخرين. هو اللي بده يغير، مش نحن. لأنه ما من أحد يقول أن المسيح هو رب إلا بالروح القدس، مش فيه وفيكم، بالروح القدس. اوكي. وهلأ يا أخوتي بنوصل إلى آخر مقطع بالفصل 2، وهو مقطع مهم جدا 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 جدا. شو بدي أقول لكم قديش مهم العنصرة هيدا بأهميته عندي أنا شخصيا. ليه؟ لأنه بيقول لي شو هي صفات الكنيسة الأولى، شو هي صفات الكنيسة الرسولية الواحدة الجامعة المقدسة، شو هي صفاتها الكنيسة. ليش 12 رسول غيروا وجه الأرض، وليش نحن مليارين ما عم نقدر نغير ولد من أولادنا بقلب البيت؟ شو السبب؟ هلأ رح تشوفوا السبب. لأنه في 15 صفة بيعطيها الوحي الإلهي عبر القديس لوقا بأعمال الرسل فصل 2 من الآية 42 للآية 47. بيعطينا إياها يا أخوتي. بيقلنا الكنيسة المسيحية الحقيقية
المعبية بالروح القدس بدها تتحلى بهال 15 صفة لتأثر بالعالم، وإلا انتبهوا ما لها أي تأثير، ما لها أي تأثير. يعني بيجوا بفوتوا هالختيرية على الكنيسة، مثل ما بفوتوا بيطلعوا، ما في عنصر شباب، ما في فرح بالكنيسة، ما في تغير، ما في توبة، ما في تبشير، ما في عمدات، ما هن ذاتهم بيموتوا الختيارية. الله أعلم شو رح يصير بهالكنيسة، مثل ما عم يصير بأوروبا. تفضل كنايس تنباع، بتصير مقاهي، بتصير نايت كلابس، بتصير جوامع للمسلمين. قوات الظلام بتحل فيها من بعد ما كان حل فيها قوة الله. ليه؟ لأنه ما فيها هال 15 صفة اللي رح أحكيكم عنها هلا. فبترجيكم اسمعوا منيح. بقول لك العنوان حياة الجماعة المسيحية في بدء نشأتها. شو هي هالكنيسة الرسولية؟ بقول لك الكنيسة وأعضاء الكنيسة كانوا يواظبون. شو يعني يواظبون إخوتي؟ شو يعني يواظبون؟ يعني يستمرون كل يوم، مش يوم ايه يوم لا، انتبهوا، كل يوم. عشو كانوا يستمروا؟ عشو كانوا يعملوا كل يوم الرسل؟ كانوا يواظبون، هيدا أول صفة، كل يوم على تعليم الرسل. إذن الصفة الأولى للكنيسة الرسولية الواحدة الجامعة المقدسة، الصفة الأولى اللي فيها إنه كانت تدرس كل يوم شو؟ الإنجيل. كل يوم تعليم الكنيسة، كل يوم تعليم الرسل، كل يوم تواظب على تعليم الرسل. هيدي أول صفة. ثاني صفة والمشاركة، يعني كانت كنيسة الرب يسوع المسيح الكنيسة الأولى كل يوم تشارك عطاياها مع الفقير والمحتاج، تساعد الفقير وتساعد المحتاج كل يوم. مش بعيد الميلاد، هلا بكره بيجي عيد الميلاد بفوق الشباب يساعدوا الفقراء، شباب والصبايا. طيب ليش هو الفقير بيجوع بس نهار بالسنة بعيد الميلاد، أو بيكون عريان نهار بالسنة؟ يا عمي كل يوم كل مسيحي بده يساعد المحتاج كل يوم. انتبهوا، مش كلامي هيدا كلام الوحي الإلهي. المشاركة، بيشاركوا اللي معهم مع الآخرين. بكرة بنقراها، بكرة بتشوفوا بالفصل 4 بنقراها. لم يكن فيهم محتاج بسبب هذه المشاركة، ما كان فيه جوعان بسبب هذه المشاركة، كلهم شبعانين، كلهم مبسوطين، كلهم فرحانين بسبب المشاركة، بسبب العطاء. هذه ثاني صفة. ثالث صفة وكسر الخبز، يعني كانت كنيسة كل يوم تقيم القداس الإلهي، تكسر الخبز الإفخارستية القربان المقدس. يعني كل يوم كانوا يروحوا على الكنيسة، مش نهار الأحد بس. فهموا علي يا إخوتي، فهموا علي. هيدي ال 15 صفة، هيدي عم نقولها وحدة ورا الثانية، هيدي كل يوم عم تصير. كل يوم بدنا ندرس كلمة الله، كل يوم بدنا نساعد، كل يوم بدنا نقدس، كل يوم. انتبهوا. رابع صفة بدي لك هوني، والصلوات. كانت كنيسة عابدة، كل يوم تعبد الرب، كل يوم تصلي تلتقي بالله، مش بس بالقداس، بالصلاة الفردية، بالصلاة الجماعية، بالصلاة العائلية. كل يوم عم تتصل بالله، كل يوم بدها تعرف الله أكثر، لتحبه أكثر، لتطيعه أكثر. ليك هالأربع صفات بس بكفيكم. هالأربع صفات: المواظبة على تعليم الرسل، على مساعدة الفقير، على القداس الإلهي، وعلى الصلاة بجميع أنواعها. هيدي أربعة. أوكي، ليك شو عم بيكمل: واستولى الخوف على جميع النفوس. إذا خامس صفة، هذا خوف إيجابي، مش خوف سلبي. خامس صفة للكنيسة الرسولية كان يا أخواتي إلى هيبة، إلى مهابة، عند قيمة عند الناس بتعمل لها حساب، لأنه المؤمنين فيها مميزين، مش مثل بقية البشر، مش مثل ما مش هيك بيقول لك، مش هيك عم بيقول لك هوني واستولى الخوف على جميع الناس. شو لكان على جميع النفوس. بيقول لك بعدين شو؟ لما كان يجري عن ايدي الرسل من الاعاجيب والايات، اللي هي استمراريه لمعجزات الرب يسوع المسيح. اذا هيدي سادس صفه، كنيسه فيها معجزات، فيها ايات، فيها شفاء روحي، فيها شفاء جسدي. عم تكمل مسيره الرب يسوع المسيح، مثل ما عمل بطرس اقام الموتى، مثل ما عمل بولس اقام الموتى.
أه؟ مثل ما عملوا الشمامسة، مثل ما عملوا الرسل الباقيين، كانوا يعملوا معجزات. لك امبراطوريات بكاملها كانت تتحول الى امبراطوريه مسيحيه بمعجزه وحده، بمعجزه وحده. بس ليش كانوا يعملوا معجزات؟ لانه عندهم ايمان مطلق بالرب يسوع، ايمان مطلق بالحياه ما بعد الموت. ما كانوا يخافوا من الموت، كانوا فوكست، يعني عيونهم بس على يسوع المسيح. مش اجر بالحقلي واجر بالبور او البيدر، مش انه عين على السماء وعين على الارض، مش انه بعدني بدي الحياه الابديه بس كمان بدي الحياه الارضيه بملذاتها. ما في اجمع الخطيه مع النعمه. هن كانت حياتهم كلها نعمه، مركزين على النعمه. مشان هيك يا اخوتي مش منقسمين ابدا، عيونهم على يسوع. ولانه عيونهم على يسوع وما بدهم الا بس يسوع ويخدموا يسوع، كانوا يقدروا يعملوا معجزات. نحن مش عم نقدر لانه منقسمين على ذاتنا. شفتوا؟ ما منحب يسوع مثل قد ما هن حبوه، ولا من آمن بالحياة ما بعد الموت مثل ما هن آمنوا. نحن منخاف من الموت، مشان هيك ما بنسترجي نعمل معجزات. هن ما كانوا يخافوا من الموت، كانوا يحكوا قدام الأباطرة والملوك. وهلا بتشوفوا بطرس ويوحنا قدام قيافة بسكتوا له بسدوا له بوزه لقيافة. اللي خاف من جارية قيافة رح يوقف قدام حنانيا وقيافة ويطرقهم بهدله ويقول لهم ما في الا ما بشر باسم الرب يسوع المسيح، واللي بدكم يعملوه هيك. سوف يشفي مقعدا بطرس بالفصل الثالث. كنيسة فيها معجزات. بس يا أخوتي إذا كنتم ما بتتوقعوا المعجزات، كيف تحصل المعجزات؟ كيف؟ هن كانوا يتوقعوا المعجزات، مشان هيك كانت تحصل. سابع صفة، كان جميع الذين آمنوا جماعة واحدة، يعني جماعة لا انقسام فيها. الإخوة على قلب واحد، الإخوة على قلب واحد، ما بيختلفوا. إذا اختلفوا بيتصالحوا، ما بتبقى العداوة مستمرة بيناتهم. كنيسة واحدة لا انقسام فيها، مثل ما درسنا بأول إذا بدكم يحوونيها رح أرجع أقرأ لكم إياها. يحيها بقول لك وكانوا يواظبون، هذه أعمال رسل فصل 1 أي 14. وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد، مش بقلب منقسم، بقلب واحد. إيه؟ أبدا، قلب واحد. هيدي مصيبة المصايب عنا، لأنه نحن منقسمين. ومنقسمين بكفيكم الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية 40,000 قسم، ونحن منقسمين على أو الأحرى الأرثوذكس انقسموا عنا، وكلهم انقسموا عن الكنيسة الكاثوليكية. منقسمين حتى ضمن الكنيسة الكاثوليكية، فيها انقسامات داخلية، فيها عداوات، فيها كره، فيها حقد. ما بتمشي. ما رح نأثر بالعالم، ما رح نأثر بالعالم. بطرس أثر ب 3000 إنسان لأنه هو رئيس كنيسة تتحلى وتتمتع بهذه الصفات. فإذا مخمنين إنه رح تضلكم تعيدوا فلان وعليتين وهالبروتستانتي وهالإنجيلي وهالأرثوذكسي وهالأقبطي وهال ما بعرف شو وهيدا ما بيفكر مثلنا وهيدا غلط بحقنا وهيدا، ما رح يطلع بأمرنا شيء، لأن لن نعود كنيسة واحدة لا انقسام فيها، رح نصير كنيسة منقسمة. طيب هلا رقم 9، لك شو بيقول لك؟ يجعلون كل شيء مشتركا بينهم. يعني كنيسة كانوا يا أخوتي يعملوا إذا بدكم أجابي ميلز، يعني كنيسة تطعم الفقراء عبر ولائم المحبة. أجابي ميلز يعني شو بدي أقول لكم، كنيسة كريمة، كنيسة كريمة على طول تعمل شو بدي أقول لكم ولائم الطعم فيها الفقراء. أوكي. هلا هيدي لا سوري، كنيسة 8 هي كنيسة مشاركة، يعني عندها حس المسؤولية تجاه الآخر، مش هيك؟ يعني يجعلون كل شيء مشترك بينهم. هيدي كنيسة رقم 8. رقم 9 هي كنيسة كريمة كانت تطعم الفقراء عبر أجابي ميلز. لا تأخذوني غلط بين 8 و9. أوكي؟ إذن 8 هي كنيسة مشاركة عندها حس المسؤولية تجاه الآخر، مشان هيك يجعلون كل شيء مشتركا بينهم ولم يكن فيهم محتاج. رقم 9 كنيسة كريمة تطعم الفقراء عبر ولائم المحبة، كانوا يعملوا أكل وشرب ويدعوا هالمسيحية الفقراء يأكلوا ويأكلوا، يعني كانوا كرمة، جماعة كرمة.
وانا هي بعرف انه كلكم عندكم اياها، يعني مش انه شيء، يشاركون الاخرين بالطعام. هلا 10 لك شو بيقول لك؟ يتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب. طيب 10 يعني كان ابتهاج، يعني كانت كنيسة فرحانة بالرب. اوكي، مش كنيسة تعبانة يأسانة بائسة، كانت فرحانة بالرب. اوكي، هي رقم 10. رقم 11 بسلامة قلب، كنيسة وديعة لا خبث فيها. لا خبث فيها، ما فيها ناس خبثاء، كانوا كلهم ودعاء متواضعي القلب مثل الرب يسوع المسيح. ليكو برجع بكمل، يسبحون الله. كانت كنيسة، هي رقم 12، مسبحة للرب، شاكرة للرب، عارفة بالجميل للرب. فهمتوا؟ على نعمة وعطية الحياة، عطية الحياة الأبدية، خلاص، عطية العيلة، عطية الأصدقاء، عطية الحب، عطية الحرية. في مليون عطية وعطية بنشكر الرب عليها. كانوا هن على طول يشكروا الله على طول. they used to count their blessings، يعددوا عطاياهم، بركات الله عليهم. مش هيك كانوا عايشين بفرح وسلام داخلي، مش يطلع بالكاسة نصها فاضي يقول لك نصها مليان، هيك كان يتفرج ويك. طيب رقم 13 بيقول لك ينالون حظوة عند الشعب كله، يعني كنيسة تجذب الآخر للمسيح، فيها جاذبية تجذب الآخر. يعني كان فيها هالكنيسة قد ما هي حلوة وفرحة وكريمة ومعطاءة ووديعة، كانت تجذب الآخرين للمسيح. شو بصير؟ لك شو بصير من وراء هالجذب؟ هيدي رقم 14 بيقول لك وكان الرب عم يباركها، كنيسة مباركة من الرب تؤثر بالناس. إيه؟ والدليل شو؟ فيضم إلى الجماعة أولئك الذين ينالون الخلاص. هيدي رقم 15، كنيسة تنمو، كنيسة فيها ثمار. 15 صفة، 15 صفة كانت تتحلى فيهم الكنيسة الأولى، وهال15 مفروض تتحلى فيهم كل كنيسة رسولية لترجع تأثر بالعالم وبالكون مثل ما أثرت الكنيسة اللي كان رئيسها وبعده رئيسها الرسول بطرس. إذن أولا كنيسة كل يوم تقرأ بالإنجيل، تتعلم كلمة الله. 2 بتساعد الفقير. 3 تكسر الخبز، يعني تقيم القداس الإلهي. 4 بتصلي. 5 عندها هيبة، عندها قيمة قدام الناس. 6 فيها معجزات. 7 ما فيها انقسام، كنيسة واحدة. 8 كنيسة بتشارك اللي بإيدها واللي معها واللي عندها مع الآخرين. 9 كنيسة كريمة بتعمل ولائم للفقراء تياكلوا ويشربوا. 10 كنيسة فرحانة بالرب. 11 كنيسة وديعة ما فيها خبث. 12 كنيسة مسبحة للرب، شاكرة للرب. 13 كنيسة تجذب الآخرين إلى المسيح. 14 كنيسة مباركة من الله. 15 كنيسة تنمو كل يوم، فيها ثمار، كل يوم بينضم إلى مئات ومئات من المؤمنين. وهيك يا أخوتي بنكون خلصنا أعمال رسل فصل 2. إن شاء الله نكون استفدنا منه. إن شاء الله يا رب الله يعطينا النعمة نتعلم كيف نكون مثل الكنيسة الأولى، كلنا محبة، كلنا غفران، كلنا تسامح. الله يباركنا ومن خلالنا يجذب الآخرين إلى الخلاص والحياة الأبدية. آمين. وسلام المسيح بقلوبكم.